السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا البنات في قناتكم سعاد للطبخ والحلويات. مخبز تحفة، واش نقول لكم، جا ما شاء الله. كانت طلبية. دوك نشوفوا مقادير تاع 80 حبة مخبز. هنا أنا عندي 2 كيلو اللوز. انا ما درتلكمش هنا الطريقه، رجعوا الفيديوهات السابقين حتلقاو الطريقه تاع كيفاش قليت اللوز وكيفاش رحيتو. مانيش حنطول عليكم الفيديو بزاف، بغيت برك نعطيكم المقادير تاع 80 حبه. هنا كما راكم تشوفوا انا درت 3 كيلات لوز. انا ما لقيتش الصحنه اللي دير لي القصاص ما قديت كيما نقولوا. هنا كما راكم تشوفوا جات ناقصه شويه، يعني حتى الكيلات الاخرين زوج كيف كيف. المهم ديروا 3 كيلات معمرين. عندنا كيلة ناقصه اصبع سكر. حنا راح نديرو هنا السكر على اساس الكيلة اللي درناها. سما وين وصل اللوز ونهبطوا قيس اصبع. هنا السكر تاعي وملحي، يعني انا السحونه اللي عندي كل جربت فيهم واحد ما جاني قد كاين اللي يفضل، كاين اللي يجي كبير، كاين كل واحد كيفاش. المهم ديروا 3 كيلات لوز، كيلة ناقصه اصبع سكر مرحي عادي. عندي مبشور 4 حبات ليمون. عندي 2 ملاعق كبيره فرينه مقليه، خلي على بالكم انا نخدم بالمقليه. 2 ملاعق كبيره عسل، 2 ملاعق كبيره زبده، وعندي تقريبا عصير 2 حبات ليمون لانه هنا درت 2 كيلو سما كميه كبيره، والفانيليا. وراح نجمع بالبيض. حنا قلنا كل ما تكون الكميه كبيره من كيلو وطلع نجمعوا بالبيض كامل، ما نجمعوش يعني ببيضه و2 صفار ولا. الفيديو هذا راح يكون قصير على اساس برك المقادير تاع 80 حبه، وراح نجيب الفانيليا ونجي وعلى اساس قيس المول، يعني بالمول اللي خدمت به. يعني مش تجيبي لي مول عالي وكبير وعريض وتقولي لي ما ديرليش 80 حبه، لا، بالقياس تاع المول اللي راني نخدم بها انا. هنا دار لي 80 حبه، لانه هنا مولا الطلبيه بغاتو يكون الحجم تاعو صغير كيما نقولوا، وتقدر يعني عليه باش تسلكو يعني. نديروا المقادير هادو نجمعوهم. انا هنا ما درت لكم لا طريقه كيف نكلاصي ولا طريقه تاع كيف الورد. المهم درت لكم غير هكا الطريقه. الكلاصاج كالعاده موافقه نخدموا معكم عليها، ما درتوش يعني الحق ما كنتش راح بكري صورت ومن بعد وليت بطلت قلت ما نديرش. من بعد كي ولاو قعدوا لي الفيديوهات قلت نخلي نفوتهم لكم هكذا، يعني تستفادوا خير من ما كان والو. هنا كالمعتاد حنا باش نكلاصيو 30 حبه تاع مخبز، يعني نديرو نص كاس ماء زهر ونص كاس عصير ليمون ونص كاس زيت، ونديرو ملون ابيض. ولا بغينا بعد الملون ابيض اساسي، لا بغينا نلونو المخبز تاعنا ولا اي كعكات ولا اي حاجه درناها نضيفو الملون. المهم الملون ابيض اساسي. والسكر نديرو شكاره تاع 700 غرام هذيك وشويه على حسب الثقل اللي تحبيه انتي تاع الكلاصاج. ونعرفوا حنا الكلاصاج كل ما يركح شويه يبس نزيدو له ماء زهر ولا تزيدي له عصير ليمون ولا كيما حبيتي، وتكلاصي الحبات تاعك تخليهم يباتوا ليله كامله باش ينشف الكلاصاج مليح. من بعد تنقيهم وديروا لهم ناكريل الابيض وتزيني كيما حبيتي. انا تزيين راني درت لكم قداش خطره من التزيين ورود يعني مختلفه. رجعوا الفيديوهات السابقه راح تلقاوه. نزيدوا عصير الليمون تاعنا. وعندنا هنا البيض. هنا انا درت 5 بيضات. هنا البيض اذا كان انا درت هنا 5 ولا درت 6 ممكن انتي البيض تاعك صغير اكثر من تاعي قادره ديري 6 ديري 7 8 انتي والبيض نتاعك. مش كي درت انايا 6 ديري لازم ديري 6 على حساب الحجم تاع البيض. وخي قلت لكم لازم تعجنوه مليح خاطر ما يولي يطلق روحو باش ما نفوتوش القانون تاع المخبز انه يكون طري بزاف. واذا صادفوا وجاك شويه طري زيدي له شويه فرينه. الفرينه تحافظ لنا على القوام يعني تاع المخبز نتاعنا. اذا كان جملتيه كيما هكا وجاك
جاري. زيدي له شويه فرينه وبالتدريج قال زيد مغرف، الا كان شتيه لم روحو مليح بزايد. هذاك هو كيبات، راح يزيد يشد روحو شويه. انا اكيد هنا راح نزيد البيض حتى نشوف، ممكن زدت بيضه ولا زوج، يعني مش متذكره بالضبط، واعذروني. المهم اني قلت لكم على حساب البيض، اني موالفه ندير لكم المخبز، يعني رجعوا انا الغلطه هنا لاني عدت ما نهضرش في الفيديوهات مباشره، وعدت ننسى الشيء اللي نديرو. هنا كيما راكم تشوفوا المخبز تاعي هاو طري. اذا شفتو ما تمسكليش قادره نزيدلو لو كان مغرف فرينه. انا نحب نخدم بالمقليه لانه المخبز تاعنا ما يطيبش بزاف، باش ما تكونش يعني تكون مليحه، يعني مقليه سما حتى ما طيبش الفرينه هذيك بزاف نورمال. نحاول نجمعو كيما هكذا، نقسمو على 2، نغلفو بابي سيلوفان مليح، نحطو في الثلاجه. غدوه كي نبغى نخدم نجبدو ساعتين قبل ما نبدا نخدم باش يطرى لي ونعرف القوام تاعو. كنشوفو طري بزاف ما نديروش. المهم نحاول دركا نلمو ونحطو في الثلاجه كيما قلت لكم، ونجبدو ساعتين من قبل. اذا حبيتو تعرفوا القياس تاع المول كتبوا لي في التعليقات اللي راكم ماكمش ناشطين. نحاول ما نقول لكمش امور باش تنشطوا معايا، لكن للاسف هذا هو المول اللي خدمت به. لازم نفرشوا سطح العمل بالفرينه باش ما يلصقناش المخبز، ونحاولوا نطبعوا المخبز. ديريه في الطابع، ديريه في الماء باش يساعدك شويه في الخدمه، تضحك الحبه يعني توتسويت. واذا ساعدتك الفرينه ديري بالفرينه. بعد ما نكملوا نشكلوا المخبز تاعنا كامل ندخلوه يطيب على درجه حراره يعني 180 170 180 تي درجه الفور تاعك، يعني يسخون بزاف ولا ماكسيموم 8 دقائق 10 دقائق، ما تزيديش. تزيديلو اكثر من هكا راح ييبس معاك. من بعد نعسلوه، نخليوه يبرد تماما، نعسلوه ونخليوه يشيح مليح. لا درتيه في الليل خليه الغدوه الصباح، ولا درتيه مع الصباح خليه العشيه. المهم على الاقل ساعتين ولا ممكن ساعه، ولا ما تفرقش كما يقول المصري. المهم ومن بعد نعسلوه، ومن بعد نكلاصيوه عفوا، ونخليوه يبات الغدوه باش نكملوا له الخدمه تاعو كل. المهم هنا انا راح نكمل الخدمه تاعي كل. نعت لكم الخبز تاعي واجد، اذروني لي ما نعتلكمش طريقه الكلاصاج. كاين فيديو واحد اخر راح تشوفوه ثاني ان شاء الله. البنات ديروا لي جيم وبارطاج للفيديوهات باش يستفادوا كامل اللي يحبوا يتعلموا. المهم هذا هو المخبز تاعي. بين ما وجدته التزيين كان على حسب صاحبة الطلبية، يعني هو تاع مخبز تاع النجاح على حسب الطلبية. نبقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.